مساء الخير ومساء السعادة على قلوبكم الطيبة الجميلة. عاملين ايه أجمل اخوات وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. راجعة لكم بفيديو حماسي جدا، راجعة لكم بفيديو جديد وروتين تنظيف جديد، وإن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة مميز لكل ست بيت. راجعة لكم بمكون حلو قوي لتنظيف الشفاط ورخيص جدا جدا جدا. ان شاء الله الفيديو النهارده هيعجبكم باذن الله. بس قبل ما نخش في الموضوع، قبل ما نخش في الفيديو، نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الكيس ده اللي فيه المكون بتاعنا. تعالوا بس الاول اما اوريكم الشفاط قبل ما نعمله. بص كان شكله صعب جدا جدا جدا، وبصوا تحس ان اللمبه كده نورت تحس انه كان في مكان مضلم وفجاه نور. بصوا الشفاط بعد التنظيف حاجه كده روعه، نور وكل الدهون اللي فيه نزلت وبطريقة سهلة جدا جدا جدا. تعالوا قبل ما نخش في الموضوع اوريكم بص عن قرب جزء جزء، وهنفك الشفاط مع بعض وهوريكم. بصوا الشفاط عامل ازاي، عليه كمية زيوت ودهون. بصوا من جوه ومن بره ومن الجناب، والمروحة اصلا اللي هي بتاعت الشفاط هحاول ان انا اشيلها دلوقتي معاكم، لازقة ومش عايزة تطلع من كتر الدهون. انا بقالي فترة ما عملتوش. انا قبل ما اروح عند ماما، اللي متابع الفيديوهات وعارف ان الفترة اللي فاتت كنت عند ماما لانها كانت تعبانة، فانا داخلة دلوقتي في شهرين. وولادي كانوا بيستخدموا طبعا البوتاجاز ومقالي وزيوت والكلام ده ودهون. فبقاله شهرين، وقبل ما انا اروح لماما كان المفروض ان انا هعمل تنظيف بقى عميق للمطبخ. يعني من شهرين فاتوا كان المفروض ان انا هعمل الشفاط والمطبخ، لان انا عامله نظام معين ماشيه عليه وروتين معين ماشيه عليه. طبعا حصلت الظروف دي ورحت قعدت عند ماما، دخلت في شهر ونص، وبعدين جيت هنا قعدت حوالي 15 يوم بعمل تنظيفات في الشقه، وكده دخلنا في شهرين. غير بقى الفترة اللي كنت قبل ما امشي فيها كل ده الشفاط ما اتعملش. طبعا حاجة صعبة جدا جدا. ده الكيس اللي فيه المكون بتاعنا، وكده شكل الشفاط بعد ما اتبهدل وحالته حال. قلت بقى ايه، يلا نعمل بقى الروتين الجميل ده واوريكم السر في التنظيف بتاع الشفاط. اللي مش حابب يكمل يا جماعة الفيديو للنهاية، لان الفيديو 8 دقايق. انا بقول لك لكل يعني ست بيت شطورة هقولك على السر سريعا سريعا عشان لو عايزة تسيبي الفيديو. بس طبعا ما تنسيش اختك في الاشتراك واللايك. احنا هنجيب مية سخنة، مية سخنة جدا جدا، وهنحط فيها المكون بتاعنا اللي هو البطاص. البطاص يا جماعة انا معرفش في اي دولة تاني اسمه ايه، ولكن هو عندنا هنا اسمه البطاص. فجبت مية سخنة وحطيت فيها ب2 جنيه بطاص، وانا الكمية اللي معايا دي ب5 جنيه. كمية حلوة، خدت منها حوالي ب2 جنيه بس، خدت منها حوالي معلقة او معلقتين كبار، وبقيت الكيس زي ما هو. فانا جايبة الكيس ده كله ب5 جنيه. احنا هناخد للشفاط او للمية اللي انا استخدمتها معاكم دي حبة بحوالي ب2 جنيه من عند اي بتاع منظفات. عايزة ب2 جنيه بطاس، هتحطيهم في مية سخنة وهتنقعي فيهم الشفاط بتاعك او عيون البوتاجاز او اي حاجة عندك مليانة دهون. وبعد كده بتسيبيهم 10 دقايق او ربع ساعة، والنتيجة قدامكم. شفنا النتيجة. بصوا يعني ما جبتش حاجة من عندي، كل حاجة بتتكلم في الفيديو لوحدها. انا جبت هنا سلكة خشنة، قلت ايه يعني ان انا ايه اعمل بيها تبقى سريعة معايا. عايزة اقول لكم انا اول ما بحط ايدي الدهون بتطلع لوحدها، فقلت مش مستاهلة اصلا كمان سلكة خشنة. دلوقتي هبدل السلكة وهجيب لكم السلك الطبيعي اللي هو الناعم بتاعنا عادي جدا، وبرضو الدهون بتطلع. بصوا النتيجة عاملة ازاي. يعني بصوا هنا المروحة الدهون عاملة قد ايه، واول ما بحط بالسلكة كده وامشيها على الدهون بتطلع على طول. شفنا كده الفرق. وممكن بسلكة عادية جدا، السلكة اللي هي الناعمة دي سلكة اللي هي الخشنة الألمونيا. انا قلت استخدمها يعني سرعة ليا، او ان انا اعمل على طول. وبعدين لقيتها اصلا مش مستاهلة. انا اول ما حطيت ايدي كده لقيت الدهون بتطلع لوحدها. وممكن ان احنا بسلكة ناعمة ننضف الشفاط ونخليه زي الفل. ده يعني ده كده الفيديو بتاع النهاردة او المحتوى بتاع النهاردة. وقلت لكم على المكون اللي بعمل بيه الشفاط وكمان الطريقة. واللي عايز بقى يسيب الفيديو يا جماعة من دلوقتي ما عنديش مشكلة. بس ما تنسونيش بقى في الاشتراك واللايك ودعوة حلوة كده منكم. واللي حابب بقى يشوف الفيديو للنهاية
وانا هعمل ايه وهكمل ايه. يتفضل. بصوا انا هنا اول ما استخدمت السلكة، بصوا اول ما حطيتها على الدهون، بصوا اصلا الدهون اصلا متفتتة وتحس ان هي ما بقتش لازقة في الشفاط، وبقت كده خفيفة من على الوش، يعني بسهولة جدا هتطلعيها. انا ما بدعكش يا جماعة، انا ما بدعكش بايدي خالص. انا مجرد ما بحط السلكة هي بتمشي لوحدها والدهون بتطلع بسهولة جدا جدا. يعني الموضوع سهل وبسيط ورخيص وينفعك في اي حاجة. يعني انا من النوع اللي بستخدم يا جماعة ستريس باور. بصوا بقول لكم اصبروا، يعني لو مش مصدقين ان السلكة بتمشي لوحدها انا هجيب لكم سلكة ناعمة خالص اللي هي العادية جدا. انا بستخدم باور، بستخدم ستريس، بستخدم مزيل الدهون القوي. في حاجات عند بتاع المنظفات قوية جدا جدا، بس كلها حاجات غالية قوي قوي. يعني لو انت ست بيت والظروف على القد او المصروف على القد او الامكانيات بسيطة، تقدري بمكون بسيط جدا ورخيص جدا ب2 جنيه، يعني مش حاجة، تقدري ان انت تنضفي بيه شفاطك وتخليه زي الفل. ولو عملت كده كل شهر، يعني ب2 جنيه تعملي بيهم كل شهر، هيخلي عندك الشفاط زي الفل وعمره ما هيتوسخ منك ابدا. تقدري تستخدمي الوصفة دي في عيون البوتاجاز او الحوامل بتاعة البوتاجاز، او في اي دهون في الارض. تقدري مثلا بشوية المية دول تدوبيهم في البطاطس وترمي المية في الارض وتدعك الارض، برضو هتبقى عندك زي الفل. بصوا هنا النتيجة بعد ما خلصت. النتيجة سهلة جدا جدا وسريعة وبسيطة ومش مكلفة. بصوا المروحة بتاعت الشفاط يعني بقت اتحولت يا جماعة. انا حاسة ان الاضاءة كانت ضعيفة، نورت الفلاش. بصوا الشفاط كأنه رجع جديد بجد، حاجة كده وهم، حاجة عسل قوي. فيا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون خفيف على قلوبكم، والروتين بتاع النهاردة او روتيني او طريقتي في تنظيف الشفاط يكون الفيديو عجبكم. وبجد هيسعدني وجودكم معايا. لكل اللي لسه ما اشتركتش، اتفضلي نوريني، ده فضلا منك طبعا، وتابعيني وتابعي الفيديوهات والروتينات اليومية، وهتبقي مشكورة جدا جدا جدا. وبجد انتم منوريني ومشرفيني. وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات طريقتي عجبتكم ولا لا، وقولوا لي فعلا. انا شايفة من وجهة نظري ان هي طريقة سهلة قوي وكمان بسيطة وكمان مش مكلفة خالص. يعني شوية مية مع حبة بطاطس ب2 جنيه و10 دقايق يتنقع فيهم الشفاط، وخلاص كده نضيفه زي الفل. بسلكة بتنزلي كل الدهون. انا خليته يلمع ازاي؟ يعني بعد ما خلصت تنزيل الدهون من عليه، واصلا ما خدش في ايدي ثواني، يعني زي ما شفنا السلكة اصلا خلصت كل الدهون في ثواني. عملت ايه؟ غسلته زي ما بغسل المواعين، يعني غسلته عادي بصابون ورغاوي كده، وخليته بس عشان يلمع، يعني الدهون راحت بس عشان يلمع. ونشفته وحطيته معاكم زي ما انتم شايفين، والفرق كان واضح قبل وبعد، وبطريقة سهلة وبطريقة مش مكلفة. فاكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة وايه رأيكم في طريقتي. وبجد شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.